حبايبي طلبة بريب 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا هنحل دلوقتي The Monthly Exercise 1. بأكد عليكم الأسئلة دي مهمة جدا. امتحان شهر أكتوبر الأسبوع الجاي، هو مجمع لنا هنا في كتاب التقييمات مجموعة أسئلة على أول 3 lessons اللي هو المقرر بتاع شهر أكتوبر، مجمع تقريبا كل الافكار اللي ممكن تيجي في الامتحان. فمهم قوي ان انت تحله، لان انا متوقعه ان بنسبه اكتر من 90% من الامتحان اللي جاي ده، ان ما كانش 100% من الامتحان اللي جاي هيكون من الاسئله ديت. برضو هنزل لكم PDF اللي فيه كل الاسئله ديت واجاباتها، هتلاقوها موجوده على جروب التليجرام. يلا بقى بينا نبدا على طول ونقول بسم الله. اول سؤال معانا complete the following sentences. Number 1 بيقول لي the outer energy level of metals contains less than space electrons while non-metals contain more than space electrons. طبعا احنا قلنا مع بعض بالنسبة للميتالز، الميتالز ال outermost energy level بيكون يا إما فيه electron أو 2 electrons أو 3 electrons. يعني الميتالز contains less than 4 electrons في ال outermost energy level. طيب بالنسبة للنون ميتالز، النون ميتالز الاوتر موست انرجي ليفل بيكون فيه اما 5 الكترونز او 6 الكترونز او 7 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، يعني contain more than 4 electrons. يبقى هنا على طول هقول له ان the outermost energy level of metals contains less than 4 electrons while non-metals contains more than 4 electrons. اللي بعده بيقول لي هنا element A has 2 electrons in the outermost energy level M, so its type is space, while element B has 6 electrons في ال outermost energy level L, so its type is space. طيب أنا لسه قايلة حالا لو عندي less than 4 electrons يبقى على طول الاليمنت دوت هقول إن هو metal. أنا عندي هنا 2 electrons يعني less than 4 electron، يبقى على طول إن الاليمنت دوت metal. طيب ولسه قايله برضو لو عندي more than 4 electrons يبقى على طول هقول ان هو ايه؟ ان هو non metal. واليمنت B هنا في 6 electrons في الاوتر ليفل، يبقى على طول هقول ان element B دوت from non metals. اللي بعده بيقول لي هنا all metals are solid substances except space is liquid. طبعا عندي كل الميتالز بيكونوا solids ما عدا مين الوحيد؟ ما عدا الوحيد الميركوري. الميركوري هو الميتال الوحيد اللي بيكون في الليكويد ستيت. طيب اللي بعده بيقول لي هنا all non-metals are bad conductors of electricity. كل النون ميتالز بيكونوا bad conductors of electricity except space. مين الوحيد النون ميتال اللي بيكون good conductor for electricity؟ هو الكربون. الكربون وليه اسم تاني اللي هو الجرافايت. اللي بعده بيقول لي هنا non-metals are solid materials such as space وspace. عايز هنا examples على non-metals في الsolid state. هقول له non-metals في الsolid state like مثلا الكربون، like السلفر، like الفوسفورس. طيب بيكونوا gaseous materials، برضو عايز examples على non-metal في الجيزيس ستيت. هقول له ان انا عندي زي الاكسجين، زي النيتروجين، زي الهيدروجين. طيب the only liquid non-metal هو مين؟ هو البرومين. هو البرومين. يبقى عندي هنا the only liquid metal هو عندي الميركوري، و the only liquid non-metal هو البرومين. اللي بعده بيقول لي هنا the period starts with elements of group. أكيد كل period بتبدأ بجروب 1A and ends with the elements of group. أكيد طبعا الزيرو جروب اللي هي نمبر 18 اللي هي النوبل جازس. طبعا ده شكل المودرن periodic table. هنا عندي ده جروب 1A ودوت طبعا الزيرو جروب اللي هو نمبر 18. اوكي عندي هنا each period starts أو عندي دي period number 1، period number 2، number 3. كل period من دول starts with group 1A and ends with zero group اللي هو number 18 اللي هو طبعا الايه؟ اللي هو طبعا النوبل جازس. طيب السؤال اللي بعده تقريبا هو نفس السؤال. بيقول لي هنا the second period begins with the element of group space and ends with the element of group space.
اهو انا عندي هنا السكند بيريود، هي دي اهي السكند بيريود اهو. starts with group A برضو 1A and ends with 0 group أو number 18. طيب اللي بعده بيقول لي هنا the modern periodic table consists of كام period وكام group. طبعا سؤال من الأسئلة السهلة جدا، عندي طبعا 7 period و 18 groups. طيب اللي بعده بيقول لي the modern periodic table consists of space blocks، عندي 4 blocks في المودرن periodic table. Number 10, the elements of block S are located space in the table and consists of space groups. طبعا عندي هنا ديت كده ال elements of block S، هاي دي ال elements of block S located at the left of the modern periodic table and consists of two groups, group 1A and group 2A. اللي بعده بيقول لي هنا the elements of block space are located below the periodic table and consists of space. طبعا عندي هنا block F located below the periodic table and consists of اوعوا حد يقول لي 2 periods، دول بس كده عندي البيريودز، دول 7 periods، لكن عندي البلوك F consists of 2 series of metal elements. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا the elements of the noble gases are located in space block. اي عندي هنا دي النوبل جاز، النوبل جازز موجودين في بلوك A، كل دي بسميها بلوك P. يبقى هنا عندي النوبل جازز بتكون موجودة في بلوك P which consists of space groups. عندي هنا بيقول لي هنا البلوك B consists of كام جروب؟ عندي هنا 1 2 3 4 5 6، عندي consists of 6 groups. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا the elements of block space are located in the middle of the periodic table and consists of space groups. طبعا عندي هنا ال elements of block D located at the middle of the periodic table and consists of 10 groups. هنا عندي 10 groups، يبقى هنا كلهم بيكونوا كام؟ كلهم 18 groups. كل الجروبز اللي موجودة في المودرن periodic table 18 groups، منهم 2 groups بلوك S ومنهم 6 جروبز بلوك مين؟ بلوك P. فاضل عندي قد ايه؟ فاضل عندي 10 جروبز، دول موجودين في بلوك D. يبقى هقول له على طول ان انا عندي هنا the elements of block D are located in the middle of the periodic table and it consists of 10 groups. اللي بعده بيقول لي هنا boiling point of bromine space than the boiling point of chlorine. تعالوا المودرن periodic table، عندي البرومين والكلورين الاتنين من الهالوجينز جروب 7A. ما احنا عارفين ان في الهالوجينز by increasing the atomic number from up to down كان بيحصل ايه للبويلينج بوينت؟ كانت البويلينج بوينت increases، يعني عندي هنا البويلينج بوينت of bromine more than the boiling point of chlorine. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا elements in the same group are similar in space and space. طبعا عندي in the same group كل ال elements بيكونوا similar في ايه؟ في حاجتين، اول حاجة ال number of electrons in the outermost energy level وكمان في الايه؟ في ال properties. السؤال اللي بعده the scientific basis on which Mendeleev's table was. طبعا هقول له ان Mendeleev arranged element in his table in an ascending order according to الatomic weights او الatomic masses. طب بالنسبة للموزلي table هقول له بالنسبة للموزلي Moseley arranged elements in an ascending order برضو، بس هنا according to the atomic number. وطبعا عندي the atomic number of each element exceeds the atomic number of the preceding element in the same period by 1. طيب the scientific basis on which the modern periodic table was. المودرن بقى periodic table هنقول arrangement of elements in an ascending order برضو، بس هنا according to حاجتين، أول حاجة the atomic number and the way of filling energy levels أو energy sublevels with electrons. Number 19 بيقول لي هنا Moseley discovered that the properties of elements are related to its
space and not to its space. طبعا Morley discovered that the properties of elements related to the atomic number, not the atomic weights or the atomic masses. اللي بعده the elements of block P begins with group and ends with group. نرجع تاني modern periodic table على طول. هنا ده block P. أول جروب عندي هنا اللي هو number 13 اللي هو 3A 13 3A and ends with الزيرو جروب اللي هي جروب 18. يبقى هقول له هنا ان انا عندي the elements of block P began with group 3A اللي هي number 13 and end with group 18 اللي هي zero group. اللي بعده بيقول لي هنا the halogens and noble gases are found in the elements of block. عندي الهالوجنز والنوبل جاز اهي عندي هنا الهالوجنز اللي هي جروب 7A والنوبل جاز اللي هي الزيرو جروب. الاثنين موجودين في بلوك A في البي بلوك. All elements of block space are solid metals except space is a gaseous non-metal. طبعا عندي هنا البلوك S كل الاليمنتس اللي موجودين في بلوك S كلهم metals except مين؟ except الهيدروجين. الهيدروجين هو الوحيد الجازيوس non-metal. يبقى اقول له هنا all elements of block S are solid metals except الهيدروجين is a gaseous non-metal. اللي بعده بيقول لي هنا the number of elements in the first period is space elements while the number of elements in the fourth period is كام element أو modern periodic table. عندي the first period بيكون فيها 2 elements. طب بالنسبة للفورث period ظهرت عندي هنا ايه؟ بدأت تظهر عندي transition elements اللي هي اللي موجودة في بلوك دي. يعني عندي هنا 18 element أو عندي هنا 2 elements اللي هو 2 groups اللي موجودين هنا في بلوك S وعندي هنا 10 elements اللي موجودين في بلوك D وعندي 6 elements اللي موجودين في بلوك P. يبقى عندي كلهم كام؟ كلهم هيكونوا 18 elements. السؤال اللي بعده the transition elements began to appear from period and consists of كام group. عندي هنا بالنسبة transition elements اللي هي بلوك D begins to appear from period number 4 أو أنا عندي هنا دي period number 1 ما فيش transition elements ولا 2 ولا 3. يبقى هنا begins to appear from period number 4. طب consist of كام group. عندي هنا الجروبز of D block بيكونوا 10 groups. افتكروا احنا عندنا كلهم كام؟ كلهم 18 منهم 2 موجودين هنا في بلوك S ومنهم 6 موجودين في بلوك P. يبقى فاضل منهم كام؟ موجودين 10. طيب اللي بعده بيقول لي هنا elements of the alkali group. alkali group اللي هي group 1A their chemical activity space as we move from top to bottom. طبعا عندي from top to bottom بالنسبة هنا للالكالاي metals group 1A ايه اللي بيحصل للchemical activity؟ طبعا الchemical activity increases. طيب بالنسبة بقى للهالوجنز بيقول لي هنا elements of the halogen group their chemical activity space as we move from top to down. عندي هنا جروب 7A. بالنسبة لجروب 7A اللي هم non-metals اللي هم الهالوجنز from top to down by increasing the atomic number بيحصل ايه للchemical activity؟ the chemical activity decreases. آخر حاجة بيقول لي هنا the radius is space proportional to the atomic number of the elements in the same period. نركز في السؤال ده. بيقول لي هنا أنا عندي في حاجة اسمها directly proportional وحاجة اسمها inversely proportional. يعني إيه الحاجتين دي؟ directly proportional يعني لما حاجة بتزيد التانية بتزيد. طب inversely proportional يعني حاجة بتزيد اللي قصادها بتقل. طب بيقول لي هنا the radius is space proportional to the atomic number of the elements in the same period. أنا عندي هنا in the same period نشيل الكركبة دي ونشوف عندي in the same period إيه اللي بيحصل للatomic radius. the atomic radius decreases السايز decreases. عندي هنا السايز بيكون كبير وبيبدأ يصغر 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 يصغر. يبقى هنا عندي هنا السايز بيحصل له ايه؟ decreasing يعني الاتوميك radius بيصغر in the same period. فبيقول لي هنا the radius is space proportional to the atomic number. أنا عندي هنا
by increasing the atomic number in the same period الراديوس بيحصل له ايه؟ decrease. يعني الريليشن بينهم inversely proportional، علاقة عكسية. تاني بالراحة، أنا عندي في حاجة اسمها directly proportional و inversely proportional. directly proportional يعني حاجة زادت التانية زادت. طب inversely proportional يعني علاقة عكسية، يعني حاجة بتزيد قصادها الحاجة التانية بتقل. طيب بيقول لي هنا in the same period، في نفس البيريود واحنا ماشيين كده from left to right، ايه اللي بيحصل للatomic number؟ الatomic number طبعا increases. طيب ايه اللي بيحصل للاتوميك راديوس؟ الراديوس بيحصل له ايه؟ السايز بيحصل له ايه؟ الراديوس بيحصل له ان هو decreases. يعني طالما الاتنين عكس بعض هقول على طول ان الريليشن بينهم ايه؟ هتكون inversely proportional. السؤال اللي بعده silicon and germanium are considered. طبعا السيليكون والجرمانيوم الاتنين من الميتالويدز او السيمي ميتالز. خدوا بالكم الميتالويدز هي السيمي ميتالز. طيب the scientists space discovered that the nucleus of an atom contains positive protons. عندي رازرفورد، وقلت لكم ان الساينس بالاعمال بتاعتهم كلهم مهمين. عندي رازرفورد discovered that the nucleus of an atom contains positive protons. اللي بعده space are substances whose components can't be separated by chemical or physical means. هقول له على طول ديت pure substances. اللي بعده بيقول لي the components of water can be separated using a device called. بقدر ان انا افصل components of water عن طريق هوفمان voltmeter. اللي بعده بيقول لي هنا water is electrically decomposed into two elements. عندي الwater H2O، يبقى decomposed into two elements الهيدروجين and الأكسجين. اللي بعده mixtures are divided into space mixtures and space mixtures, homogeneous and heterogeneous mixtures, types of mixtures. Number 34, space mixtures, their components can't be seen by naked eye. مش بقدر ان انا افرق الكومبوننتس بتاعتها by naked eye، يبقى الهوموجينس mixtures. اللي بعده all substances are composed of small identical units called أكيد الاتومز. كل substances بتتكون من الاتومز. آخر حاجة بيقولي هنا space molecules are composed of atoms of the same type while molecules of space are composed of atoms of different types. أنا عندي elements molecules composed of atoms of the same type. زي مثلا عندي ايه؟ مثلا الأكسجين ده element molecule. عندي هنا 2 oxygen atoms، يبقى element molecule composed of atoms of the same type. لكن عندي molecule of compounds زي مثلا H2O composed of atoms of different elements. The number of atoms in a single molecule in some organic compounds may reach several thousands. ممكن هنا عندي number of atoms في compound واحد بس، في organic compound واحد بس reach several thousands. زي فين؟ زي في الهيموجلوبين بتاع البلد، وكمان البلاستيك بوليمرز، وكمان الفيتامين دي. طيب space a pure substance consisting of 2 or more elements in a fixed mass ratio. طالما عندي 2 or more elements يبقى the compound. طب النيتريك أسيد اللي هو HNO3 consists of 3 atoms of أكيد الأكسجين، 1 atom of hydrogen and 1 atom of nitrogen. طب الميثان molecule are from. طبعا عندي الميثان molecule دوت من الأورجانيك compounds، لكن عندي النيتريك أسيد من الإنأورجانيك compounds. طب ليه قلنا على الميثان من الأورجانيك compounds؟ أنا عندي الميثان CH4، طالما عندي كربون وهيدروجين يبقى على طول أورجانيك compound. طب بالنسبة للنيتريك أسيد HNO3 هنا ما عنديش الكربون بلس الهيدروجين مع بعض، يبقى على طول inorganic compound. اللي بعده بيقول لي هنا iron and cork
can be distinguished by difference in their iron والcork. لما كنا بنيجي نجيب water ونبدأ نحط فيها piece of iron و piece of cork كان بيحصل ايه؟ طبعا عندي هنا الكورك float on the surface of water، لكن عندي هنا الايرون sink بيغطس بيغرق. يبقى عندي هنا اتفرقوا عن بعض بالايه؟ بالدنسي. الدنسي هي اللي فرقتهم. طيب اللي بعده بيقول لي هنا helium is used to fill space while nitrogen gas is used to fill space. عندي الهيليوم used to fill balloons while nitrogen used to fill car tires. Carbon is considered space atom molecule while space is a multi-atom molecule. طبعا عندي الكربون monoatomic molecule، لكن عندي الأوزون molecule is multi-atomic molecule. تاني سؤال عندنا سؤال give reason. بيقول لي give reason calcium is a metal while chlorine is non-metal، ومديني الاتوميك نمبر بتاع الكالسيوم وكمان الكلورين. اول حاجه هعملها هبدا اعمل الكترونيك كونفيجريشن. عندي الاتوميك نمبر 20 يبقى 2 ده بالنسبه للكالسيوم. طب بالنسبه للكلورين عندي 7. طيب ما احنا قلنا ان انا لو عندي the outermost energy level في 1 electron او 2 electrons او 3 electrons يبقى على طول الاليمنت دوت metal. وقلنا ان انا لو عندي الاليمنت يكون الاوترموست انرجي ليفل في 5 او 6 او 7 electrons على طول هقول ان هو non metal. يبقى اول حاجه بعمل electron configuration. بعد كده بقول له because the outermost energy level of calcium contains 2 electrons while the outermost energy level of chlorine contains 7 electrons. Number 2 give reason. Science have made numerous attempts to classify elements according to their properties. ليه science عملوا numerous attempts محاولات to make classification of elements، يعني زي المندليفز periodic table والموزس periodic table والمودرن periodic table. هقول له to facilitate their study، يعني to make their study easy و to find the relation between elements and their physical and chemical properties. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا Moseley rearranges the elements according to their atomic numbers. ليه هنا موزلي عمل modification على المندليفز periodic table وبدأ ان هو يعمل rearrangement للelements according to the atomic number بدل الatomic masses زي ما كان مندليف عامل؟ لأن موزلي discovered that the periodicity of elements related to its atomic number not to the atomic weight. اللي بعده بيقول لي هنا give reason. Sodium is one of the alkali metals. أول حاجة هعملها هبدأ إن أنا أعمل electronic configuration of sodium 281. عندي الأتوميك نمبر 11 يبقى 281 وهبدأ إن أنا أبص على the outermost energy level. هلاقي فيه كام إلكترون؟ only 1 electron. طالما عندي 1 electron يبقى على طول دوت في جروب A، جروب 1A اللي هو الالكالاي metals. يبقى هقول له because alkali metals are elements of group 1A and the outermost energy level of sodium contains 1 electron. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا fluorine is one of the halogens. أنا عندي الهالوجينز دي اللي هي جروب 7A. هعمل ايه اول حاجة؟ اول حاجة هبدأ ان انا اعمل electronic configuration. عندي هنا الاتوميك نمبر 9 يبقى 2 7. عندي 7 electrons في outermost energy level يبقى على طول في جروب 7A. يبقى هقول له because halogens are elements of group 7A and the outermost energy level of fluorine contains 7 electrons. برضو give reason. Calcium is one of the alkaline earth metals. الالكالاين earth metals اللي هي جروب 2A. برضو هبدأ ان انا اعمل ايه؟ اول حاجة هبص على الاتوميك نمبر وهبدأ ان انا اعمل الكونفيجريشن اوف الكترونز. يبقى عندي هنا 20 يبقى 2 8 8 2. عندي هنا 2 electrons في الاوتر موست انرجي ليفل يبقى على طول في جروب 2A. يبقى اول حاجه هقول له لان انا عندي الالكالاين ايرث ميتالز دي هي جروب 2A يبقى هقول له because alkaline earth metals are elements of group 2A
with the outermost energy level of calcium contains 2 electrons. Number 7 في give reason the valence of inert gases equal 0. ليه ال valence of inert gases equal 0؟ لأن last energy level of inert gases completed with electrons بيكون completed with electrons زي عندي ايه؟ زي مثلا عندي النيون Ne10 لما هاجي اعمل electronic configuration يبقى 2 8 اهو عندي the last energy level completed by electrons يعني low structure doesn't contain single electrons. تعالوا نفتكر مع بعض كده low structure اهو انا بعمل ايه؟ ببدأ اكتب السيمبل of the element وهبدأ اشوف الالكترونز in the outermost energy level اللي انا بسميها the valence electrons اهو عندي 8 electrons هبدأ ان انا الاول اعمل لها كده اوزعها هنا ايه individually كده في الاول هنا عندي 4 فاضل عندي 4 تانيين هبدأ ان انا احط كل واحد كده مع اخوه زي ما اتعلمنا يبقى كلهم هنا paired electrons مفيش ولا واحد فيهم موجود individually مفيش ولا واحد single electron يبقى هقول له ان انا عندي the valence of inert gas equal 0 because the last energy level in its atoms completed with electrons and therefore its slow structure doesn't contain single electrons. برضو بفكركم بحاجة فاكرين لما قلت لكم ان انا عندي ال valence of elements من اول جروب 5A لحد الزيرو جروب كنا بنحسبه ازاي؟ كنا بنقول 8 minus the number of electrons in the outermost energy level فعندي هنا عندي 8 electrons يعني 8 minus 8 equal 0. Give reason it is difficult to identify semi-metals from the electronic structure. طبعا زي ما قلت لكم السيمي ميتالز هي الايه؟ هي الميتالويدز. ليه صعب ان انا اقدر ان انا احدد السيمي ميتالز من الالكترونيك كونفيجوريشن؟ طبعا احنا كنا قلنا الميتالز بعرفها منين؟ الاوتر موست انرجي ليفل بيكون فيه 1 او 2 او 3 الكترونز وقلنا ان الميتالز الاوتر موست انرجي ليفل بيكون فيه 5 او 6 او 7 الكترونز وقلنا ان انا عندي النوبل جازز بيكون الاوتر موست انرجي ليفل بيكون completed by electrons. طيب بالنسبه للسيمي ميتال ما ينفعش صعب ان انا احدد السيمي ميتالز من الالكترونيك ستراكشر بتاعها. ليه؟ هقول له because they have different number of electrons in the outermost energy level. ساعات الاقي 3 electrons في الاوترموست energy level ساعات الاقي 5 electrons في الاوترموست energy level يعني ملهاش قاعده ثابته يبقى they have different number of electrons in the outermost energy level علشان كده it is difficult to identify semi-metals from their electronic structure. Number 9 give reason some physical properties of elemental atoms differ. ليه الفيزيكال بروبرتيز بتختلف؟ طبعا انا قلت ان انا عندي الفيزيكال بروبرتيز depends on ايه؟ on the number of neutrons يبقى هقول له due to the difference in the number of neutrons. طب نفتكر كمان مع بعض عندي الكيميكال بروبرتيز depends on the number of electrons in the outermost energy level. يبقى تاني الفيزيكال properties depends on the number of neutrons لكن الكيميكال properties depends on the number of valence electrons أو number of electrons in the outermost energy level. Number 10 give reason a hydrogen molecule is considered an elemental molecule while sodium chloride molecule is considered a compound molecule. طبعا أنا عندي الهيدروجين molecule اللي هو H2 وعندي الصوديوم كلورايد NaCl فهنلاقي ان انا عندي الهيدروجين molecule formed of two similar atoms that combine together لكن عندي الصوديوم كلورايد. Number 10 give reason a hydrogen molecule is considered an elemental molecule while sodium chloride molecule considered compound molecule. طب انا عندي الهيدروجين molecule اللي هو H2 وعندي الصوديوم كلورايد NaCl فهلاقي ان انا عندي الهيدروجين molecule formed of two similar atoms عندي اهو two hydrogen atoms H و H2 يبقى عندي two similar atoms علشان كده هو elemental molecule
لكن عندي الصوديوم كلورايد. الصوديوم كلورايد بيتكون من الصوديوم والكلورين، يعني two different elements. يبقى على طول دوت ايه؟ دوت molecule of compound. يبقى هقول له ليه؟ هقول له because hydrogen molecule is formed of two similar atoms that combine together, while sodium chloride consists of two different atoms of two different ايه؟ elements اللي هما الصوديوم والكلورين. السؤال اللي بعده بيقول لي give reason seawater is considered a homogeneous mixture. ليه sea water؟ السي ووتر يعني ايه؟ يعني عندي water plus salt. ليه homogeneous mixture؟ لان انا مش بقدر ان انا اميز الكومبوننتس بتاعته by my naked eye. يبقى هقول له because its components can't be distinguished by naked eye. Number 12 give reason wood floats on water while iron sinks. لما هاجي هنا يكون عندي water واحط فيها piece of wood هلاقيها floats on the surface of water. طب بالنسبة للايرون بلاقيها sinks in water. طيب ليه بيحصل كده؟ طبعا due to the difference in density. due to the difference in density. يبقى هقول له لان انا عندي ال density of wood is less than that of water, so wood floats on the surface of water. يبقى هنا عندي الوود ليه floats on the surface of water؟ لأن ال density of wood بتكون less than ال density of water. لكن بالنسبة بقى للإيرون ال density of iron is greater than that of water. علشان كده الإيرون sinks in water. Number 13 give reason iron filings can be easily separated from flour. لو أنا عندي هنا heterogeneous mixture من إيه؟ أول حاجة عندي iron filings اللي هي برادة الحديد، وكمان معاها flour معاها دقيق، وعايزة ان انا افصلهم من بعض، فبيقول لي it's easily to separate them. سهل ان انا افصلهم، سهل. انا هبدأ ان انا اقرب منهم ايه؟ هقرب منهم magnet، يعني هستخدم المagnetic separation method. ايه اللي هيحصل لما هقرب منهم magnet؟ اكيد طبعا iron filings attracts to the magnet. يبقى هقول له it's easy ليه؟ because it's a heterogeneous mixture. Its components can be separated by magnetic separation method. While iron filings are magnetic, iron filings are magnetic, while flour is not, so they can be easily separated using a magnet. هقرب المagnet هيبدأ ان هو يعمل attraction مين؟ attraction للiron filings. يبقى هستخدم الايه؟ هستخدم magnetic separation method. Number 14 give reason nitric acid molecule is considered an inorganic compound molecule. هنا هجاوب على حاجتين. هقول له ليه عندي النيتريك acid compound molecule وليه هو inorganic compound molecule. فهقول له ان انا عندي النيتريك acid دوت يعتبر compound molecule because it is formed by the chemical combination of different elements in a fixed mass ratio اللي هما الهيدروجين والنيتروجين والاكسجين. طب ليه هو inorganic؟ لان انا عندي طبعا الاورجانيك لازم يكون فيه كربون بلس hydrogen. يبقى هقول له هو inorganic molecule because it doesn't contain carbon atoms، لان هو ما فيهوش الكربون atoms. السؤال اللي بعده give reason nitrogen is used to fill car tires instead of air. ليه بستخدم النيتروجين بدل الاير to fill car tires؟ علشان املى بيه الكار تايرز اللي هو اطارات العربيات. هقول له لان انا عندي سببين. اول حاجه ان النيتروجين not affected by temperature changes، مش بيتأثر بالtemperature changes. كمان it doesn't react with rubber، كمان مش هيتفاعل، مش هيحصل له reaction مع الرابر اللي بنصنع بيه الكار تايرز. السؤال اللي بعده بيقول لي helium gas is used to fill balloons. اشمعنى الهيليوم؟ ليه مش بستخدم الهيدروجين؟ انا عندي برضو سببين. اول سبب ان انا عندي the density of the helium is lower than that of air. طب ما انا عندي برضو الهيدروجين برضو الدنسي بتاعته lower than air، بس عندي هنا حاجة، عندي كمان ان الهيليوم non flammable غير قابل للاشتعال، لكن عندي طبعا الهيدروجين من الجازز اللي بتكون flammable قبل الاشتعال، فعشان كده مش بستخدمها to fill البالونز. السؤال اللي بعده بيقول لي give reason stainless steel alloy is used in the manufacture of cooking utensils. ليه بستخدم الستينلس ستيل alloy؟ مش بستخدم بس
الايرن؟ هقول له لان هو resistant to rusting، مش بيصدي. Give reason. Aircraft structures are made of aluminum and titanium alloy. لأن الألومنيوم and titanium alloy lighter than الألومنيوم، بتكون أخف من الألومنيوم. كمان retains its strength at high temperatures، بتحافظ على الstrength بتاعتها، القوة بتاعتها at high temperature. طيب give reason. Aerogel is used to make jackets for researchers in Antarctica. ليه بيستخدموا الايروجيل؟ بيصنعوا منه الجاكيتس للريسيرشرز في الانتاركتيكا، في الجو بيكون ساقع جدا جدا، لأن الايروجيل has excellent insulating properties، لأن قدرته على العزل بتكون كبيرة جدا وممتازة جدا، يعني يقدر ان هو يحميهم من البرد الموجود في الانتاركتيكا. طيب الأول كانوا بيستخدموا البولار بير فور، كانوا بيستخدموه ان هم يعملوا منه الجاكيتس بتاعتهم، لكن طبعا بدأ يحصل extinction للبولار بيرز، عشان كده بدأوا ان هم يستخدموا الايروجيل ويصنعوا منه الجاكيتس للريسيرشرز in Antarctica. السؤال اللي بعده give reason. Vitamin D is an important vitamin for human body. ليه فيتامين دي مهم للhuman body؟ هقول له لأن هو regulates calcium and phosphorus levels in the blood to prevent osteoporosis، بيحافظ على نسبة أو بينظم نسبة الكالسيوم والفوسفورس في الدم، فكده بيعمل إيه؟ prevent us from osteoporosis اللي هي هشاشة العظام. السؤال اللي بعده What is mean by؟ أول حاجة Mendeleev's periodic table. طبعا Mendeleev's periodic table it is considered the first true periodic table for classification elements in which elements are arranged in an ascending order according to their atomic weights أو الatomic masses. ده بالنسبة للمندليفز periodic table. طيب بالنسبة للموزلس periodic table هقول له الموزلس periodic table دوت برضو table for classification elements in which elements arranged in an ascending order according to their atomic number. طيب بالنسبة بقى للمودرن periodic table برضو عبارة عن table for classification elements in which elements arranged in an ascending order برضو زي موزلي، بس هنا according to حاجتين. أول حاجة الatomic number and the way of filling energy sublevels with electrons. اللي بعده عايز برضو the meaning of metals. يعني ايه metals؟ الميتالز دي عبارة عن elements whose electron configuration ends mostly with 1, 2 or 3 electrons. عندنا ال outermost energy level في 1 أو 2 أو 3 electrons. طيب النون ميتالز بقى، النون ميتالز ال outermost energy level بيكون فيه يا 5 يا 6 يا 7 electrons، يبقى هقول له إن هي ال elements whose electron configuration ends mostly with 5, 6 or 7 electrons. طيب اللي بعده عايزة meaning of semi metals. يعني ايه semi metals؟ السيمي metals هي الميتالويدز. semi metals وميتالويدز هي يعني عبارة عن ال elements located at block B، بيكونوا موجودين في block B و can't be identified from their electron configuration، ما اقدرش ان انا اتعرف عليها من electron configuration بتاعها. اللي بعده الفالنس. يعني ايه فالنس؟ هقول له ان الفالنس هي the number of unpaired electrons in the Lewis structure of the element. طب عندي بقى البويلينج بوينت. ايه هي البويلينج بوينت؟ طالما قال لي بويلينج بوينت يبقى the temperature. temperature at which the state of substance start to change from liquid to gas. من liquid to gas. اول ما يبدا ان هو يتحول من الليكويد للجاز التمبريتشر دي بسميها ايه؟ the boiling point. طيب بالنسبه بقى للميلتنج بوينت، الميلتنج بوينت برضو هي التمبريتشر، بس التمبريتشر at which the state of substance starts to change from solid to liquid. اهو عندي من السوليد للليكويد، اول ما السوليد يبدا ان هو يتحول للليكويد التمبريتشر دي بسميها ايه؟ الميلتنج بوينت. طيب the pure substances. the pure substances they are substances whose component can't be separated by physical methods. اللي بعده عايز the definition
of the compounds. يعني ايه compounds؟ هقول له ان ال compounds عبارة عن pure substances. احنا عارفين ان ال pure substances يعني elements او compounds. فعندي ال compounds عبارة عن pure substances formed by the chemical combination of two or more elements in a fixed mass ratio. زي عندي مثلا ال H2O اهو، عندي هنا two elements in fixed mass ratio، يبقى على طول دوت اسمه ايه؟ دوت اسمه compound. طيب element برضو من ال pure substances، يبقى هقول له ان هو the simplest pure form of matter and can be dissociated into simpler forms either by physical or chemical methods. طيب بالنسبة للميكتشرز، الميكتشرز بقى عبارة عن the substances composed of two or more materials that are not chemically combined، ما حصلش بينهم أي chemical reaction، يعني their components can be separated by physical methods. اللي بعده عايز هنا definition of homogeneous mixtures. يعني إيه homogeneous mixtures؟ هقول له إن homogeneous mixture is a mixture its components can't be distinguished by naked eye. زي مثلا عندي ايه؟ زي مثلا عندي السي ووتر، السي ووتر عندي ووتر وكمان عندي سولز. يبقى هنا عندي لما ببص على السي ووتر بقدر ان انا اقول الكومبوننتس بتاعت السي ووتر دي كذا وكذا؟ لا طبعا. يبقى عندي هنا الهوموجينس يعني الميكتشر that components can't be distinguished by naked eye. طيب بالنسبة بقى للهيتروجينس ميكتشرز ده العكس. انا عندي الهيتروجينس ميكتشر ابص عليها كده بعرف الكومبوننتس بتاعتها على طول، يبقى هقول is a mixture its component can be distinguished by naked eye. طيب اللي بعده عايز يقول لي يعني ايه، او عايزني انا اللي اقول بقى يعني ايه molecular formula. يعني ايه molecular formula؟ الموليكولار formula عبارة عن symbolic formula that express the type and number of atoms in the elements that form the molecule. مثلا عندي مثلا النيتريك اسيد HNO3 دي المولكيولر فورمولا. لما بصيت عليها عرفت ايه؟ عرفت عندي التايب and number of atoms. عرفت ان انا عندي 1 هيدروجين و1 نيتروجين و3 اكسجين، يبقى هي دي الموليكولر فورمولا. اللي بعده عايز هنا definition of physical properties of matter. ال physical properties of matter they are properties of substances that can be observed and measured in some cases زي ال density زي ال viscosity زي ال boiling point زي ال melting point. طبعا احنا اخدناهم ايه كلهم وعرفنا ايه ال physical properties. طيب اللي بعده عايز definition of chemical properties of matter. هقول له ان الكيميكال properties عبارة عن the properties of the substance that only appear when a chemical reaction occur. لازم يحصل عندي chemical reaction leading to a change in the shape and the composition of the substance. السؤال اللي بعده بيقول لي how to distinguish between Mendeleev's periodic table والMosel's periodic table and the modern periodic table in terms of classification phases. هقول له ان المندليفز periodic table elements arranged in an ascending order according to their atomic mass. طب بالنسبة للموزل periodic table طبعا عندي ال elements arranged in an ascending order according to the atomic number. طيب ال terms of classification بالنسبة للمودرن periodic table هقول له ان ال elements arranged برضو in an ascending order بس هنا according to حاجتين. أول حاجة the atomic numbers and the way of filling energy sublevels with electrons. اللي بعده عايز هنا نعمل comparison بين ال elements of group 1A and elements of group 7A in terms of group name with the block which they belong to. أول حاجة بالنسبة لجروب 1A طبعا جروب 1A belong to ال S block. عندي ال S block الجروب 1A وجروب 2A. طيب called A called alkali metals. جروب 1A alkali metals. طب بالنسبة لجروب 7A طبعا جروب 7A اللي هم الهالوجنز known as halogens و belong to ال P block. طيب برضو عايز نعمل comparison بين جروب 2A وجروب 0 in terms of group name نفس الكلام والبلوك برضو ايه which they belong to. أول حاجة بالنسبة لجروب 2A جروب 2A قلنا إن هو في الاس بلوك. الاس بلوك جروب 1A وجروب 2A. طيب known as ايه؟ known as alkaline earth metals. لكن عندي الجروب 0 elements. الجروب 0 elements بيكونوا موجودين في البي بلوك
known as inert gases أو noble gases. طيب كمان عايز ان احنا نعمل comparison بين الساند والايرون filings mixture وبين الsugar mixture in water in terms of separation method. انا عندي هنا two mixtures. اول mixture الساند والايرون filings بقدر ان انا اعمل لهم separation ازاي؟ طبعا بعمل لهم separation by magnetic separation method. لكن عندي الشوجر اند ووتر، الشوجر اند ووتر ده بيكون homogeneous mixture، بقدر ان انا اعمل له separation by evaporation and condensation method. اللي بعده عايز نعمل comparison بين الاكسجين والووتر molecules in terms of type of molecules. طبعا عندي الاكسجين ده molecule of an element، والووتر دوت molecule of a compound. عندي هنا الاكسجين اللي هو O2. هنا قايله لك ان انا عندي المولكيول of an element يعني formed of similar atoms. عندي هنا two oxygen atoms. لكن عندي هنا الووتر H2O ده molecule of a compound. ليه؟ لان هو consists of different atoms. عندي هنا two hydrogen atoms one oxygen atom. اللي بعده عايز نعمل برضو هنا comparison بين ال O3 والسي molecules. طبعا ال O3 دوت اللي هو الايه؟ اللي هو الاوزون، وعندي ال C اللي هو الكربون in terms of name وال number of atoms that make up the molecule. عندي طبعا الاوزون اللي هو ال O3 عندي 3 atoms يعني polyatomic، لكن الكربون 1 atom يعني monoatomic. اللي بعده برضو comparison between الwater and honey in terms of viscosity. هقول له ان الwater has lower viscosity than honey. بس كده. اللي بعده عايز هنا comparison بين الكورك and iron in terms of density. انا قلت هنا لو عندي water وحطيت فيها piece of cork وحطيت فيها كمان piece of iron، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي هنا ان انا عندي الكورك floats on the surface of water لان density of cork less than the density of water. لكن عندي هنا الايرون sinks in water يعني بيغرق في الميه لان density بتاعته more than the density of water. يبقى هقول له هنا the density of cork is less than that of water. So cork floats on the surface of water. لكن عندي the density of iron is greater than that of water so iron sinks in water. طيب اللي بعده عايز هنا comparison بين toothpaste والليمون in terms of the effect of litmus paper leaves. هقول له ان انا عندي الليمون is a substance that turns litmus paper red. بتحول الليتمس بيبر اللي لونها بلو بتحولها للريد. يبقى هنا عندي الليمون substance that turns litmus paper red. لكن عندي التوثبيست عبارة عن substance that turns litmus paper blue. بتحول الليتمس بيبر للون البلو. طب عندي هنا الباتر مولد and aerogel in terms of melting point. طبعا عندي بالنسبة للباتر، الباتر أول ما بحطها على الهيتر بتبدأ إن هي تتحول من السوليد للليكويد، يعني الميلتنج بوينت بتاعتها بتكون صغيرة has low melting point. هقول له إن the butter melts easily by heat يعني has low melting point while aerogel sheet aerogel not affected even by high elevation in temperature يعني has high melting point. السؤال اللي بعده What happens in the following cases? Increase the atomic number of the elements in a single group from top to bottom relative to the radius. أنا عندي هنا in the same group by increasing the atomic number بيحصل إيه للatomic radius؟ الatomic radius increases. يبقى هنا in the same group كل ما هبدأ إن أنا أتحرك from top to bottom هيحصل إيه؟ عندي الatomic number increases وكمان عندي الاتوميك radius كمان increases. يبقى هقول له هنا ان انا عندي the atomic radii of elements in the same group increase as the atomic number increase from top to bottom in the same group. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا برضو what happen in case of increase the atomic number of the elements in the same period from left to right relative to the radius. عندي هنا in the same بقى period لما باجي أبدأ إن أنا أتحرك from left to right بيحصل عندي إيه للatomic number؟ طبعا عندي the atomic number increases.
طب بالنسبة للatomic radius هقول له the atomic radius decreases. يبقى هنا هقول له ان انا عندي by increasing the atomic number from left to right in the same period ايه اللي بيحصل؟ the atomic radii decrease بيقل، يبدأ يقل الatomic radius او ال size of the atom. السؤال اللي بعده the number of electrons in the outer energy level is less than 4 electrons for the type of the element. قلنا لو عندي less than 4 electron يبقى على طول التايب of the element ده هيكون ايه؟ هيكون from metals. هقول له the element is from metals. طيب لو عندي بقى the number of electrons in the outermost energy level is more than 4 electrons أكتر من 4 electrons relative to the type of element هيحصل ايه للإليمنت ده؟ هيكون طبعا from non-metals. يبقى هنا هقول له the element is from non-metals. طيب عندي هنا the number of electrons in the outer energy level is filled completely with electrons for the type of element. مين اللي بيكونوا filled completely؟ النوبل gases. يبقى هقول له the element is noble أو is from noble gases أو inert gases. اللي بعده increase in radius for the boiling and melting points of alkali elements. أنا عندي هنا الالكالاي elements group 1A by increasing the atomic number from up to down بيحصل ايه للmelting point والboiling point؟ the melting and boiling points of alkali metals decrease as the atomic radius increase. طب اللي بعده بيسأل نفس الكلام بس على مين؟ على الهالوجين. بيقول لي هنا increase in radius for boiling and melting points of halogen elements. ايه اللي بيحصل؟ عندي الهالوجينز اللي هي جروب 7A. هقول له ان انا عندي by increasing the atomic number بيحصل ايه بقى للmelting and boiling point؟ the melting and boiling points of the halogens increase as the atomic radius increase. يبقى لما باجي بتحرك كده from up to down in the halogen group melting boiling point الاتنين بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم increasing with increasing the atomic radius. السؤال اللي بعده electrolysis of acidified water. لما بنعمل electrolysis عن طريق الهوفمان فولتامتر للacidified water بيحصل ايه؟ عندي the water decomposes into its elements اللي هي الاكسجين and the hydrogen gases. اللي بعده بيقول لي هنا heating red mercury oxide. عندي الميركوري اوكسايد لما بعمل له heating ايه اللي بيحصل decomposition للميركوري اوكسايد. يبقى هقول له when mercury oxide is heated it decomposes into its elements اللي هو الميركوري and oxygen gas. اللي بعده يقول لي هنا dipping litmus paper in lemon juice. لو عندي هنا lemon juice وبدأت ان انا انزل فيها الليتمس بيبر اللي بيكون لونها blue converted into red هقول له ان انا عندي الليمون جوز turns litmus paper to red color. اللي بعده يقول لي هنا placing a piece of wood in water. قلناها كتير قبل كده. عندي الوود بيكون الدنسيتي بتاعته less than water في floats on the surface of water. يبقى هقول له عندي بالنسبة للوود the density of wood is less than the density of water so wood floats on the surface of water. اللي بعده بيقول لي هنا use of iron in manufacture of cooking utensils. لو استخدمنا الايرن مش الستين ستيل اللوي، استخدمنا الايرن وعملنا منه الكوكينج يوتنسلز اللي هي اواني الطهي هيحصل ايه؟ طبعا عندي الايرن بيصدي. هقول له ان الايرن will rust هيصدي and the utensils become unusable مش هتبقى ليها ايه استخدام عندنا. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا what are the most important attempts that have been made to classify elements. قولوا لي كده أهم attempts أهم المحاولات اللي اتعملت for the classification of elements. طبعا عندي إيه؟ عندي Mendeleev's periodic table والMoses periodic table and the modern periodic table. طيب اللي بعده بيقول لي هنا what is the scientific basis for classifying elements in Mendeleev's periodic table. اشرح لي بقى Mendeleev's periodic table الclassification of elements according to ايه؟ هقول ان elements arranged in an ascending order according to the atomic weights او atomic masses
without regular pattern upon moving from left to right in the horizontal rows اللي هي ايه؟ اللي هي literally known as periods. طيب بالنسبة بقى للموزس periodic table, what is the scientific basis for classifying elements in Moses periodic table؟ هقول نفس الكلام على الموزس periodic table. هقول له ان elements arranged in an ascending order, بس هنا according to the atomic number مش atomic masses, atomic number where the number of each element exceed the atomic number of the preceding element in the same period by 1. اللي بعده بيقول لي هنا what is the scientific basis for classifying elements in the modern periodic table؟ هقول له ان انا عندي in the modern periodic table elements are classified according to حاجتين. اول حاجه الatomic number، تاني حاجه the way of filling energy sublevels with electrons. السؤال بقى ده من الأسئلة المهمة، مجمع أفكار كتير في نفس السؤال. أول حاجة بيقولي هنا the opposite figure represents the outer electrons with Lewis nation for an atom of an element located in the third period of the modern periodic table. يبقى أول حاجة عندي طالما عندي element located in the third period يبقى على طول element دوت عنده 3 energy levels. third period يبقى على طول عندي 3 energy levels. طيب هو كمان مديني هنا اللوز دوت structure، عندي هنا 3 electrons موجودين individually، يبقى عندي هنا 3 electrons في الثيرد ليفل. هنا لو تفتكروا ان انا عندي اللوز structures، هنا الدوتس اللي بتكون موجودة حوالين السيمبل of the elements دي بتعبر عن النمبر of electrons اللي موجودة في الاوتر موست انرجي ليفل. طيب ما احنا عارفين ان الكي ليفل بيكون فيه 2 electrons والال ليفل بيكون فيه 8 electrons. يبقى اول حاجة عندي the atomic number of the element، اهو عندي 2 plus 8 plus 3 يبقى عندي على طول الاتوميك نمبر 13. طبعا دوت عندي مين؟ ده الالومنيوم 13. تاني حاجة عايزة valence of the element. طيب أنا ممكن أجيبه عن طريق حاجتين. أول حاجة ممكن أجيبه عن طريق اللوز دوت structure، عندي 3 electrons موجودين individually يبقى على طول الإليمنت دوت إيه؟ trivalent، الفالنس بتاعه trivalent. أو أهو عندي 3 electrons أهو موجودين في الأوتر موست انرجي ليفل على طول يبقى trivalent. طيب اللي بعده the type of the element، عندي 3 electrons في الاوتر موست انرجي ليفل يبقى الاليمنت دوت على طول from metals، يبقى الاليمنت دوت metal. قلنا لو 1 او 2 او 3 electrons في الاوتر موست انرجي ليفل على طول الاليمنت ده هيكون metal. طيب the atomic number of the element before it in the same period، اهو انا عندي هنا الاليمنت دوت اهو Al13، اللي قبله in the same period الاتوميك نمبر بتاعه هيكون كام؟ طبعا هيكون 12. ليه؟ لان انا عندي in the modern periodic table in the same period each element exceeds the preceding element by 1. كل element بيزيد عن اللي قبله 1، يبقى اللي قبله على طول الاتوميك نمبر بتاعه هيكون 12. طيب هنا the atomic number of the element before it in the same group، اهو الاليمنت اللي موجود هنا اللي قبله in the same group. طبعا اللي قبله in the same group بيكون اقل منه بكام؟ اقل منه ب8، يبقى على طول هنا الاتوميك نمبر of this element هيكون 5. اقول له هنا الاتوميك نمبر of the preceding element in the same group هيكون 5. السؤال اللي بعده بيقول لي the opposite figure shows the electronic configuration of element X. find أول حاجة الاتوميك نمبر، عايز ان احنا نجيب الاتوميك نمبر. طيب انا عندي هنا طبعا هنا عندي اول energy level فيه 2 electrons واللي بعده فيه 8 electrons. طيب الاخير فيه 1 2 3 4 5 6، يبقى عندي هنا كل الالكترونز كام؟ عندي 2 plus 8 plus 6، يبقى اول حاجة الاتوميك نمبر هيكون 16. طيب بعد كده بيقول لي هنا locate the element in the periodic table. قلنا ان اللوكيشن يعني البيريود نمبر وكمان الجروب نمبر. فعندي هنا البيريود نمبر بعرفها منين؟ من النمبر اوف انرجي ليفلز. عندي 3 انرجي ليفل يبقى هيكون بيريود نمبر 3. طب بالنسبة للجروب نمبر بنعرفه من النمبر اوف electrons in the outermost energy level. عندي 6 electrons يبقى في جروب 6A، وما تنساش letter A لأن 6A ديت هي نمبر 16.
اللي بعده بيقول لي هنا type of the element. انا برضو ببص على الالكترونز in the outermost energy level. عندي 6 الكترونز. طالما عندي 6 الكترونز يبقى الاليمنت دوت على طول ايه؟ هيكون نون ميتال. نون ميتال، قلنا النون ميتال يا اما فيه يا اما 5 او 6 او 7 الكترونز في الاوترموست انرجي ليفل. طيب اخر حاجه بيقول لي هنا equivalence of the element. يعني ايه equivalence of the element؟ يعني valence of the element. طيب انا عندي هنا بالنسبه valence of the elements in groups 5 من اول 5A لحد الزيرو جروب بحسبه ازاي؟ 8 minus number of electrons in the outermost energy level. هيكون عندي 2، يبقى valence of this element هيكون divalent. السؤال اللي بعده The following figure shows some groups of the periodic table. From the table shown, complete the following sentences. أول حاجة عندي بيقول لي the elements of group A. هنا group A elements ديت اللي هي group 1A، يبقى هقول له ديت الالكالاي metals. while the elements of group D. group D ديت النوبل gases، هقول له دي represents the noble gases أو الانرت gases. طيب the valence of the elements of group B. فين جروب B؟ اهو انا عندي جروب B اللي هو 2A، الفالنس بتاعه هيكون divalent. while the valence of group C. جروب C اللي هو الهالوجينز اللي هي 7A هيكون الفالنس بتاعه monovalent. برضو بفكركم ان انا عندي الفالنس of element عندي من اول جروب 1A لحد جروب 4A. الفالنس بتاعه بحسبه ازاي؟ بالنمبر اوف electrons in the outermost energy level. يعني الاليمنتس الموجوده في جروب 1A بتكون monovalent، في 2A بتكون divalent، في 3A بتكون trivalent، في 4A بتكون tetravalent. طيب بالنسبه لجروب من اول 5A لحد الزيرو جروب، الكلام ده مهم، من اول 5A و6A و7A والزيرو جروب، كل دول بحسب الفالنس اوف elements بتاعتهم ازاي؟ بقول 8 minus النمبر اوف electrons in the outermost energy level. يعني مثلا عندي هنا بالنسبه لل 5A عندي 5 electrons في outermost energy level، يبقى الفالنس بحسبه ازاي؟ 8 minus 5 هيطلع 3، يبقى trivalent، وهكذا. دي الكلام دوت مهم جدا. السؤال اللي بعده بيقول لي the following figure illustrates the elements of the second cycle. يعني in the second period ديت كده elements of the second period. Find the following from the figure. أول حاجة the valence of boron. من الفيجر أنا عندي هنا البورونز، عندي 3 electrons موجودين individually، يبقى هقول له على طول إن هو trivalent. طيب التايب اوف ليثيوم، عندي الليثيوم فيه 1 الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل، يبقى على طول الليثيوم دوت ميتال. 1 او 2 او 3 الكترونز يبقى ميتال. طيب نمبر 3 metal element with divalent valency. يعني ايه divalent؟ يعني عندي 2 الكترونز موجودين individually علشان هو metal، يبقى هقول له على طول دوت البريليوم. طيب عايز كمان semi metal element. طبعا عندي احنا حافظين السيمي ميتالز، فهنلاقي ان احنا عندنا البورون from semi metals. كمان عايز ان احنا نقول له هالوجين element. هالوجين يعني في جروب 7A، يبقى هقول له على طول الهالوجين element هو الفلورين. اللي بعده عايز non metal element with divalent valency. بصوا ركزوا في الكلام ده، انا من شويه قال لي عايز metal element with divalent valency. الميتال يعني فيه 1 الكترون او 2 الكترونز او 3 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، فطالما قال لي divalent يبقى عندي 2 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، عشان كده اخترنا البريليوم. لكن هنا بيقول لي non metal element with divalent valency. يعني ايه؟ يعني عندي 2 الكترونز موجودين individually. انا عندي هنا اللويس structure ببص عليه، ابص الاقي ان انا عندي الالكترونز اللي موجودين individually هو دوت الفالنسي اوف element. يعني عندي هنا شايفين هنا 1 الكترون يبقى monovalent، 2 الكترونز موجودين individually يبقى divalent، 3 الكترونز يبقى trivalent، 4 الكترونز
تترا فالنت. هنا عندي 2 الكترونز، لا سوري 3 الكترونز موجودين individually، يبقى دوت تراي فالنت. عندي هنا 2 الكترونز، 2 سنجل الكترونز، يبقى على طول دوت الداي فالنت. وطالما نون ميتال يعني بيكون يا اما فيه 5 او 6 او 7 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، يبقى على طول هقول له ان انا عندي الاكسجين هو النون ميتال اللي بيكون الفالنسي بتاعه داي فالنت. اخر حاجه عايز inert element. inert element يعني من النوع الجاهز، يعني موجود في الزيرو جروب، يبقى على طول عندي النيون. السؤال اللي بعده calculate the atomic number for each of the following. Number 1 the atomic number of an element located in the second period and fifth group. طيب ما احنا عارفين ان البيريود نمبر هي النمبر of energy levels، يبقى طالما عندي the second period يبقى عندي 2 energy levels. كمان عندي بيقول لي in the fifth group يعني group 5A، يعني عندي 5 electrons في الاوتر موست انرجي ليفل، وطبعا الكي ليفل بيكون فيه 2 الكترونز، يبقى الاتوميك نمبر هيكون كام؟ هيكون 7. اللي بعده بيقول لي هنا a divalent metallic element. divalent metallic element located in the second period. عندي 3 معلومات. تعالوا كده نرسم الاليمنت ده مع بعض. احنا عندنا اول حاجه the second period يعني عندي 2 energy levels. طيب بيقول لي هنا divalent metallic element، هو طالما metal يعني عندي يا اما 1 الكترون او 2 الكترونز او 3 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، وقال لي divalent يبقى عندي 2 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، يبقى هقول ان انا عندي هنا 2، وطبعا الكي بيكون فيه 2 الكترونز، يبقى الاتوميك نمبر 4. اللي بعده عندي هنا a divalent non-metallic element، يبقى عندي اول حاجه divalent، تاني حاجه non-metallic element، تالت حاجه ان هو موجود في السكند period. طيب يبقى اول حاجه هبدا اعملها، هبدا ان انا اقول ان انا عندي طالما السكند period يبقى عندي 2 energy levels. طيب طالما عندي ان الالمنت دوت non metal يعني في الاوتر موست انرجي ليفل يا اما 5 او 6 او 7 الكترونز، بس هنا قال لي ان هو divalent. طالما divalent يبقى في 6 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، يبقى هنا 6 الكترونز، وطبعا زي ما قلنا الكي ليفل بيكون فيه 2 الكترونز، يبقى عندي الاتوميك نمبر 8. اللي بعده بيقول لي هنا an element located at the beginning of the second period. at the beginning، البيجيننج اللي هي جروب 1A، وعندي the second period. تعالوا نرسمه. عندي هنا 2 energy levels لانه في السكند period، وعندي هنا at the beginning يعني في جروب 1A يعني في 1 الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل، واحنا عارفين ان احنا عندنا الكي ليفل برضو فيه 2 الكترونز، يبقى الاتوميك نمبر 3. اللي بعده بيقول لي an element located at the end of the third period. طيب at the end يعني في الزيرو جروب، يعني من النوبل جازز، والثيرد بيريود يعني عندي 3 energy levels. طيب انا عندي هنا طالما في الزيرو جروب يبقى عندي هنا في الاوتر موست انرجي ليفل بيكون completed by electrons، هلاقي عندي 8 electrons، وطبعا انا عارفه ان الكي saturated by 2 electrons والال by 8 electrons، يبقى عندي هنا الاتوميك نمبر هيكون 18. اللي بعده بيقول لي an element from alkali metals located in the fourth period. طيب الالكالاي metals اللي هي جروب 1A وعندي period number 4 اهو، انا عندي 1 2 3 4، عندي 4 periods، وعندي الالكالاي metals بيكون عندي 1 الكترون في الايه في الفالنس شيل او في الاوتر موست انرجي ليفل، وطبعا عندي الكي هيكون 2 8 8، يبقى على طول الاليمنت دوت الاتوميك نمبر بتاعه 19. طبعا دوت مين؟ دوت عندي البوتاسيوم. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا عايز الاتوميك نمبر of an element from noble gases located in the first period. طيب انا عندي مين النوبل جاز اللي موجود في الفيرست بيريود؟ طبعا عندي دوت الهيليوم، الاتوميك نمبر بتاعه 2. طب تعالوا كده نشوف برضو مع بعض. انا عندي هنا الفيرست بيريود يعني عندي 1 energy level. طيب عندي هنا طالما من النوبل جاز يعني the outermost energy level completed by electrons. ما انا عندي هنا الفيرست ليفل اللي هو الكي ليفل saturated by 2 electrons، يبقى الاتوميك نمبر بتاعي كام؟ 2 اللي هو الهيليوم. السؤال اللي بعده an element from alkaline earth metals
located in the third period. طيب أنا عندي الألكالاين earth metals اللي هي جروب 2A، وقال لي إن هو في الثيرد period، يعني عندي 3 energy levels. طب ما أنا عارفة إن الألكالاين earth metals بيكون فيه 2 electrons في الأوتر موست energy level، وطبعا ال K saturated by 2 electrons وال L saturated by 8 electrons، يبقى على طول الأتوميك نمبر هيكون 12. اللي بعده برضو عايز نحسب الأتوميك نمبر، بيقول لي هنا the last energy level M has the same number of the electrons as level K. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. أنا عندي هنا بيقولوا ال last energy level M K L M K L M، يبقى عندي هنا 3 energy levels، وبيقول لي إن ال last energy level دوت has the same number of electrons as K. ما أنا عندي في ال K 2 electrons، يعني عندي كمان 2 electrons في ال M، وطبعا ال L بيكون فيه 8 electrons، يبقى على طول هيكون الأتوميك نمبر كام؟ 12. آخر سؤال معانا give an example for each of the following. أول حاجة organic compound molecule. organic compound يعني بيكون فيه كربون بلس هيدروجين، هقول له إن أنا عندي الميثان CH4. اللي بعده element molecule consists of single atom. عندي element consists of single atom like الكربون molecule، عندي الكربون consists of only single atom. اللي بعده physical property used to distinguish between materials. عايز ان انا اقول له example على physical property، طبعا ممكن اقول له density، ممكن اقول له viscosity، ممكن اقول له boiling point، melting point، ايا كان من اللي احنا واخدينه. اللي بعده بيقول لي chemical property used to distinguish between materials. عندي من الchemical properties اللي خدناها the change in litmus paper color. اللي بعده بيقول لي هنا alloy made of iron with added materials resistant to rust. الالوي ديت هتكون الستينلس ستيل alloy. اللي بعده an alloy used in aircraft manufacturing. طبعا انا بصنع الايركرافتس من ايه؟ من الالومنيوم تيتانيوم alloy. اللي بعده a low density transparent material with 99.8% air content، دي الايروجel. Number 8 a compound used to color house faces والpapyrus and statues. طبعا الكومباوند اللي اخدناه دوت هيكون the Egyptian blue dye. آخر سؤال معانا بيقول لي هنا a substance that regulates calcium and phosphorus levels in the blood. هقول له طبعا ان دوت فيتامين دي. احنا الحمد لله خلصنا. هي الاسئله كانت كتير شويتين، بس هي مهمه جدا جدا جدا، وبنسبه كبيره امتحان شهر اكتوبر الاسبوع الجاي باذن الله مش هيطلع من الاسئله دي، او هتيجي اسئله شبهها شويه. فمهم قوي ان انت تحل الاسئله دي مع اسئله التقييمات. عندك اول 3 تقييمات هنزلك اللينكات بتاعتها موجوده، هتكون عندك في الديسكريبشن تحت الفيديو، وكمان الPDF اللي فيه الحلول دي كلها هتلاقيها موجوده على جروب التليجرام، وبرده هتلاقي لينك التليجرام عندك في الديسكريبشن. بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت استفدت، عشان يجيلك الفيديو جاي اول ما ينزل ان شاء الله. واشوفك المره الجايه على خير وانت بتقولي انا قفلت الامتحان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.